السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم كل متابعيني على قناتي على اليوتيوب إبداعات ندى. قبل ما أبدأ الفيديو بتاعي النهاردة معاكم أحب أقول لكم إن الفيديو ده بالتعاون مع قناة جميلة جدا، قناة ناجحة جدا ما شاء الله، اسمها قناة أحدث الطرق والوصفات، صاحبتها اسمها رانيا. القناة دي يا جماعة جميلة جدا وفيها أفكار مفيدة جدا، عايزاكم تروحوا تزوروا صفحتها وتعملوا لها سبسكرايب وتدخلوا على الفيديوهات بتاعتها وتشوفوها وتعملوا لها لايك بقى وتفرحوها كده باللايكات والكومنتات بتاعتكم. قناة جميلة جدا شاملة متنوعة، فيها حاجات منزلية، فيها أعمال يدوية كتير، فيها طبخ، فيها مشتريات، فيها وصفات جميلة جدا للبشرة، فيها ماسكات، فيها وصفات للتفتيح وتوحيد لون البشرة، زي ما قلتلكوا فيها أعمال يدوية، شايفين فيها أشكال، فيها مشتريات كتير، فيها وصفات جميلة كتير جدا. أتمنى تدخلوا وتشوفوها وتستفيدوا منها، هتعجبكم أوي إن شاء الله. شايفين ما شاء الله عليها كم هائل من الفيديوهات المفيدة، هتعجبكم جدا وهتستفيدوا منها أكيد. أجمل حاجة هتعجبكم يا بنات في قناة رانيا، قناة أحدث الطرق والوصفات، إنها ما شاء الله يعني عاملة حاجات جميلة جدا بأشياء بسيطة في البيت، ممكن تستخدميها انتي، يعني تستعمليها تعملي بيها أشياء ما كانتش تخطر على بالك، يعني حاجات بسيطة أوي في البيت تستغليها وتعملي بيها حاجات مفيدة تنفعك في البيت. يعني زي هنا اللمبة اهيت، فيديو شفت عملت ايه من اللمبة، حاجة مش هتتوقعيها، فعلا بتعمل حاجات يا جماعة افتكاسات يعني بجد جميلة جدا، غير متوقعة. اتمنى تزوروا قناتها يا بنات وتشوفوا الفيديوهات اللي هي عاملاها، هتعجبكم قوي، لان ما شاء الله عندها كم كبير، في افكار متنوعة كتير وفي حاجات جميلة هتعجبكم قوي وتعملوا لها سبسكرايب على القناة. ونرجع بقى نشوف الفيديو بتاعنا هنعمل فيه ايه النهارده. الفكرة بسيطة ان شاء الله ان انا هقدمها لكم، هي عبارة عن استغلال علب الزبادي او علب الدانات او علب الكريم كراميل اللي بنرميها، اعادة تدوير ليها بحيث ان احنا نستخدمها في حاجة مفيدة. انا استخدمتها كمنظم للادراج عندي، اشيل فيه حاجات بدل ما الحاجات الصغيرة اللي بتضيع مننا. زي ما انتم شايفين، لو هتجيبي المجموعة على بعضها هي بتجيلك في القالب بتاعها ده، فطبعا دي كانت علب دانات، فطبعا بتيجي في العلبه دي. طب انا لو ما عنديش، او القالب ده لو انا ما عنديش ده، هو طبعا ده جميل عشان على نفس الحجم، لو انا ما عنديش ممكن اجيب علبه بلاستيك بغطا واحط فيها اللي انا عايزه احطه وفي قلب العلبه واقفلها واحتفظ بيها، او ممكن اجيب اي كرتونه عندي، اي كرتونه كده تكون حجمها متوسط او مناسب للعلب دي، وازينها بورق التغليف ده، ازينها بيه هيديني شكل جميل، اغلفها من الخارج هيبقى شكلها جميل قوي، واحط فيها العلب دي. انا طبعا عشان عندي دي فهستعملها ان شاء الله. هعمل فيها ايه بقى؟ هحطهم كده زي ما انتم شايفين عادي، وهستعملها ان انا احتفظ بالحاجات الصغيره اللي ممكن تضيع مني او بتتلخبط مع حاجات تانية ومعرفش اطلعها من الادراج. انا بقى هحطها في العلب دي، فتبقى سهله جدا للوصول اليها. زي مثلا ايه، انا جايبه عندي هنا ازرار مثلا عايزه اشتغل بيها، الازرار اللي بنشتغل بيها في الاعمال الفنيه ديت، فطبعا مجرد ما هفتح الكيس عندي الحاجات ديت لو خدت منها بعد كده هقعد الزق بقى وتضيع وتتلخبط، ممكن اللزق يتفك، فانا هحتفظ بيها في واحده كده اهو. هاجي استعملها، اخد بس الجزء اللي انا عايزاه وخلاص. عندي كمان دبابيس الدباسه، طبعا دي مشكله لو طلعت من العلبه دي بتبهدل الدنيا، فممكن احتفظ بيها كاي دبابيس دباسه تبقى في علبه كده. عندي كمان ممكن توك الاولاد الصغيره، زي ما انتم شايفين التوك بتدخل في بعضها، واجي اطلع اقعد ادور وده يدخل في الاستيك ده. انا ممكن اعمل كده ببساطه، البنس مثلا اللي زي كده احطها اهو، تبقى واحده للبنس كده نظمت لي، في بنسه كمان، والتوك اللي هي الاساتك اللي زي كده اهي احطها في علبه تانية بالشكل ده اهو. ممكن واحده تانية زي كده نحط فيها مستلزمات الخياطه زي الكباسين مثلا والازرار،
والإبر الخياطة والدبابيس وكده. ممكن نخلي مستلزمات الخياطة في واحدة. ممكن مثلا عندي انا مثلا جايبه ده اللي هو اللي بستخدمه برضه في الاعمال اليدويه. طبعا انا لما افتح دي هيقع ويبهدل الدنيا، ممكن انا اعمله برضه في وحدات زي ديت واحتفظ بيه هنا. ده بيسهل عليا بقى لما اجي استخدمه بعد كده ان انا ما يبقاش كله متبهدل في بعضه، كل حاجه تبقى منظمه كده. وبكده عملت فكره بسيطه جدا، منظم للادراج، حطيت فيه حاجات كتير. ممكن اعمل بقى كذا واحده واحطها في جنب بعض في الدرج، هتنظم لي الدنيا خالص. ممكن استخدمها في المطبخ لو عندي ادوات مطبخ فيها حاجات بسيطه صغيره، زي مثلا اللي هي الحاجات اللي بنستخدمها، الجلد اللي بنستخدمها، الانابيب، ممكن احطها في واحده. ممكن هنا مثلا احط فيه لو عندي سلكات الاسنان، ممكن احطها في واحده اللي هي خله الاسنان. ممكن احط هنا مثلا اي بقى حاجات عندي اللي هي فيها قطع صغيره ممكن احتفظ بيها واعمل المنظم ده في اي بقى في المطبخ او في ادراج الكومودينو او التسريحه. فكره جميله جدا، اتمنى تكونوا استفدتوا منها وتنفذوها ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك على القناه، ولو في اي تعليق اكتبوا لي في الكومنتات، انا برد على كل الكومنتات. وطبعا الناس الجديده معايا تدوس على الجرس اللي جنب علامه سبسكرايب عشان يجيلكوا اشعار بكل الفيديوهات الجديده. واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.